مشكلتنا الآن هي العمل والإنتاج عشان نقدر نعيش مع بعض. العمل والإنتاج. الحرب بين المصري والمصري بيكسبها غير المصري. أكيد. بيكسبها غير المصري. لما أنا أجيب حماسيين فلسطينيين حماس بصرف عليهم وأعيشهم عشان يبقوا بني آدمين ويقتلوا ضباطي وعساكري، أقول عليهم إيه؟ لما أخد منهم 80,000 أعملهم مصريين، 80,000 حماسي أعملهم مصريين. على أي أساس؟ هو مصر ناقصة بني آدمين؟ ولا فلسطين زايدة عن حقها فباخد منهم شوية؟ أكيد. أبطال عندك برضو رسالة للفريق السيسي. الحاجة الثالثة التالتة احنا الشعب. انت قلت ينتج. حضرتك قلت ينتج، يشتغل، ينتج ويبطل اللي بيعملوا تخريب، يبطلهم خيانة مصر. اللي بيخرب يبقى خاين لمصر. يبطلوا خيانة مصر، يبطلوا خيانة الإسلام اللي هم بيقولوا عليه. يبطلوا خيانة الإسلام. ما عادش حد يحرق كنيسة. واحد رفع قضية، رئيس مجلس حق الإنسان في مصر رفع قضية على أوباما بتاع أمريكا عشان ادى لمرسي 8 مليار دولار عشان يحرق 126 كنيسة. ايه ده؟ احنا فين؟ بنخرب عايزين نهد الهرم ليه ونكسر ابو الهول ليه؟ عشان تمثال؟ هتأذن بقى عشان صنم. هتأذن للقبطان بقى يقول كلمته عشان استكمالا لكلامه اللي قال الوالد، في حاجات لازم. اولا السيسي ده انسان جميل جدا وعمل عمل عظيم، انه وقف مع الشعب، وقف مع البلد، وقف مع الحق، وقف مع نفسه. وفي نفس الوقت انا بطلب من كل مصري اولا يراجع دينه ويذاكر دينه كويس جدا، عشان ما حدش يضحك عليه ويفهمه دينه بطريقة غلط. كل مصري يشوف دينه سواء مسلم او مسيحي ويعرف دينه كويس جدا. وارجو من التعليم سواء التعليم العالي او التعليم المتوسط او التعليم الابتدائي يعلموا الناس التربية العسكرية عشان يعرفوا يعني ايه مصر، ويعرفوا الوطنية، ويعرفوا مصر ايه دي بالنسبة لهم. احنا اتعلمنا الوطنية من واحنا في ابتدائي في الروضة، بنحب مصر. كنا زمان، حتى زمان ايام الملك فاروق، كنا بنغني الصبح نشيد وطني. لما جت الثورة بقينا نغني نشيد مصري، كنا بنقول اسلامي يا مصر. كل يوم الصبح، كل يوم لازم نقول نشيد، لازم نرفع العلم. الاخوان لازم نرفع العلم خالص يعني. لازم نرفع العلم. اوحش حاجة عملوها انه غيروا مناهج التعليم عشان وبيخونوها. لازم مصر ترجع المصريين يرجعوا مصريين. تمام. مفيش حاجة اسمها اخوان ومش اخوان وقبط ومسلم. احنا في مصريين، احنا عايشين في مصر، نبقى مصريين كلنا. عايشين في مصر نبقى مصريين كلنا. بالظبط. يعني هي المسألة الانتماء لمصر. سيادة اللواء عباس حافظ والقبطان وسام عباس حافظ، كنت يعني اتمنى ان الحوار يطول اكثر من ذلك، ورغم اننا لغينا فقرة او استأذنا السادة المشاهدين في اننا النهاردة ما نبدأش بالجزء بتاع الاتصالات التليفونية، احتراما وتقديرا للتاريخ الذي يمشي على الارض والانجازات الرائعة ويمكن والسيرة الطويلة اللي محتاجة اعتقد انها ساعات. فهشكرهم، لكن خلاص على وعد ان انا رايح لسيادة اللواء عباس. ان شاء الله هاجي اقعد معاك اسجل ساعات طويلة جدا. سيادة اللواء عباس حافظ، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا.
سياده القبطان وسام عباس حافظ، بشكر حضرتك وشرفتونا جدا. شكرا. اعتقد ان حوار مختلف وبدايه في مصر كل يوم اسعد بيها وافخر بيها، لانها يوم 6 اكتوبر ولانها في حضور اللواء عباس حافظ اللي قام وقف برضه في حضور التاريخ، اللي قام وقف لمجرد انه بيسمع اسم مصر.